time of possibility. You will never be just one thing. You know, you will continue to grow and evolve into so many different things. And that is the beauty of. السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. معكم مطبخ امل الجزائريه، نجيكم بهذه الوصفه التقليديه. هيك يقولوا طعام همه يلو كان بالماء. جبت لكم طعام تقليدي على طريقه القبائليه طعام بالخضره. ان شاء الله يعجبكم وتعجبكم طريقتي في تحضير الطعام بالخضر على الطريقه التقليديه القبائليه. نقول نعاود القبائليه علاش. دوك نفهمكم علاش. ندوزو نشوفوا طريقه التحضير، فرجه ممتعه. راح نحتاجو البصل، القرعه، الزروديه، اللوبيا موشطو، والدجاج بيان سور ولا اللحم واش عندكم متوفر. هنا نقيتهم. راح نفوت نرحي البصل ونديرو يدوزن ولا يتقلى مع الدجاج، ومن بعد نضيف هذيك الزروديه واللوبيا موشطو نخليهم يتقلاو معاه. نشوفوا طريقه التحضير. هنا في القدره درت شويه مسمن ودرت شويه زيت ودرت قطع تاع الدجاج واش متوفر. رحيت هذاك البصل وحطيته مع الدجاج يتقلى. علاش قلت لكم طعام القبايل؟ علاش؟ باسكو كاين اللي يديروا ما يديروش اللوبيا موشطو في الطعام، وكاين اللي ما يديروش القرعه، كاين اللي ما يديروش الزروديه، كاين اللي يديروا اللفت والقرعه، كاين اللي يديروها غير باللفت. كاين شوفوا حنا الجزائريين عندنا وصفات تاع طعام متعدده ومتنوعه حسب المناطق تاعنا. نوليكم للوصفه. درت لي زيبيس، درت الفلفل الكحل، درت راس الحانوت، درت الملح، ما تنساوش الملح. هنا درت زروديه ودرت لوبيا موشو، نخليهم يتقلاو مع بعضهم. علاش ما درتش القرعه؟ على خاطرش القرعه دوب تمتم، اسما خليها مع الاخر. انا زدت ملعقه طماطم مصبره، زيدوا العكري حلو مرقوا بالماء سخون. هنا خلوه حتى يتقلى مليح وتشوفوا هذاك البنه تاع التقليه بدات تطلع. مرقوا الحميصه. باش نفكركم، الحميصه الا كانت طيبه ديروها مع الاخر كامل، والا كانت ماشي طيبه ديروها مع الخضره تاني الطيب، راح تجيكم بنينه تاني المرقه تاعكم. انا هناكم نحب المرقه تاعي تكون حميمه الله الله، زدت لها الطوماطيش. الطعام ديالي راح ندير انا طعام مفتول باليد هنايا. كوسيله للاحتفاظ بالطعام ديروا له فلفل كحل حب ماشي مرحي. هنا راح يشد لكم مده طويله، ما يدير لكم السوسه، ما يدود لكم الطعام تاعكم. درت 2 كيلات طعام ولا كيلو طعام، شمختو بالزيت هنايا ونغسلو. ونبدا نشمخو ولا نغسلو. لا سمحوا لي، هذا طعام تاع الباكي ماشي تاع الدار. تلفت بيناتهم. كنت راح ندير تاع الدار، كان ما يكفينيش، كانت عندي شويه الوغ جبت تاع الباكيات. كاين اللي يغسلوه، انا نخافو ما نكذبش عليكم، خاف يتعجن لي. الوغ نشمخو بالزيت قبل، ندهنو بالزيت ومن بعد نبدا نشمخ فيه حتى يتشمخ مليح. ومن بعد نفتحو نخليه يشرب هذاك التشمخ كامل. نفتحو كامل بيديا ونديرو يتفور التفويره الاولى. شوفوا كيفاش راني نفتح فيه. كنت وريت لكم الحميصه والقرعه باش نقول لكم بلي نحطوهم ومن بعد ماشي دوكا. هنايا راح نديرو يفور المرحله الاولى تاع الفار الطعام. شوفوا كاين اللي يفوروه 2 خطرات برك، كاين اللي يديروا له 3 خطرات، يعني كل واحد وعادته في التفوير تاع الطعام. هنايا بعد ما فار لي التفويره الاولى درت له الملح وجبت الماء وشويه زيت وراني نمرق فيه. شمخوا حتى تشوفوا الماء خرج لكم من تحت في لاغيسيبيون تاعكم ولا في الجفنه تاعكم. ومن بعد فرغوه، فتحوه كامل بمغرف ولا بيديكم. فوالا شوفوا نفتحوه كامل نخليه ينشف. الا شفتوه ماشي مشمخ مليح زيدوا شمخوه شويه، خلوه فتحوه مليح وخلوه ينشف ومن بعد عاودوا حطوه يفور للمره الثانيه. ومن بعد انايا هنا كنشوفوا مازالوا يابس شويه، نزيد له للثالثه، ما نكذبش عليكم نزيد للثالثه بنفس الطريقه نشمخ كيما شمخت الخطره الاولى. والثالثه بعد ما يفور المره الثالثه رايحه ندهنو بالمارغرين هذه المره الثانيه. فوالا وكاسيو ثاني باش يفور لكم تمتم، ديروا مغير فتح الحطب في الوسط تاع الكسكاس باش يفور لكم تمتم.
فوالا هذه هي طريقتي في الطعام، إن شاء الله تعجبكم برك طريقتي، ما تبخلونيش بالاشتراك والجَم للفيديو حتى تعم الفائدة. هنا كان طاب دهنته بزيت الزيتون، تحبوا تدهنوه بالمارغرين دهنوه بالمارغرين. هذه وصفتنا لنهار اليوم. كنت درت المرقة القرعة ودرت الحميصة، كملوا طابوا مع المرقة جات خاسرة. الله الله، شهيتكم في الجنة ونعيمها. تهلاو لي في روحكم، إلى فيديو آخر بحول الله، سلام.